مين فينا ما بيحبش الامبراطور احمد زكي؟ كلنا طبعا بنحبه، بس مش كلنا نعرف حكايته. وانا بقى النهارده جايبالكم حكايته من طقطق لسلام عليكم. اهلا بيكم يا حبايبي في حكاية امل. يلا نبدأ ونشوف النمر الاسود او الامبراطور احمد زكي. اسمه احمد زكي متولي عبد الرحمن. اتولد في الزقازيق في 18 نوفمبر 1949. أبوه مات قبل ما يفتح عينيه على الدنيا وهو ما كملش سنة، وما كانش ينفع إن أمه تقعد من غير جواز. أهلها جوزوها وخدوا منها أحمد يتربى معاهم. يعني هو عمره ما حس بحنان الأم ولا داق عطف الأب. وعاش أحمد زكي مع جده وإخواله، وكان حاسس باليتم، فكان منطوي على نفسه شوية. ودخل المدرسة الصناعية عشان ظروفه ما كانتش قد كده، وكمان عشان كل همه التمثيل، ما كانش مركز في الدراسة خالص، فدخل مدرسة الصناعة. وابتدى أحمد زكي أول خطوة لما راح القاهرة وقدم في معهد السينما واتقبل. وفي سنة 74 اتخرج. لا وإيه، ده كمان كان الأول على دفعته كل سنة. وبعد ما اتخرج كان فاكر ان كده خلاص الابواب هتتفتح له، لكن حصل العكس، واترفض من ادوار كتيرة قوي علشان شكله ولونه الاسمر. ايوه، ما هو ما كانش وسيم بقى زي عمر الشريف ورشدي اباظة وحسين فهمي. ده حتى بعد ما كان خلاص هيعمل فيلم الكرنك وعمل بروفات، راحوا جابوا نور الشريف بداله. الحكاية دي زعلته جدا، بس ما يئس. أحمد زكي أول ما اشتغل مسرح، عمل مسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت. وبعد كده علي بدرخان اللي كان مؤمن بيه جابه في دور شفيق أو متولي، وقدام سعاد حسني برضه، والفيلم نجح جدا. وفي نص السبعينات ابتدى بقى أحمد زكي يشتغل سينما، وعمل أفلام ناجحة جدا، منها زوجة راجل مهم والرجل الثالث وناصر 56 والسادات والبيه البواب. احمد زكي ما كانش بيمثل، ده كان بيتقمص الشخصية، كان بيتحول، لبس شخصية عبد الناصر واتكلم بصوت السادات. احمد زكي كان طيب قوي، وكان متواضع، وكان كريم جدا، وكان بيبعت فلوس لاخواته ولاهله، وما كانش بيسيب حد محتاج، وكان بيعزم على طول اصحابه، يعني ما كانش بخيل خالص. نيجي بقى لقصة حب احمد زكي. احمد زكي حب هالة فؤاد واتجوزها، وخلف منها ابنه الوحيد هيثم، لكن حصل بينهم خلافات، وده بسبب تدخل ابوها احمد فؤاد المخرج. ما هو تدخل الاهل مش حلو برضو، وانفصلوا، وتم الطلاق بينهم بعد 2 من جوازهم. وبعد كده حاولت هالة ترجع لأحمد، لكن أحمد رفض وقال بعد ما أبوها يموت أبقى أرجع لها. ولما يئست منه هالة اتجوزت من الخبير السياحي عز الدين بركات، وخلفت ابنها التاني رامي. وبعد كده اعتزلت ولبست الحجاب، وبعد فترة قصيرة جدا جالها مرض السرطان، وقعدت رحلة العلاج 4 سنين، وبعديها ماتت هالة فؤاد سنة 93. أحمد زكي زعل عليها جدا ودخل في حالة اكتئاب، وقال أنا خسرت أم ابني، وخسرت إنسانة كانت تستحق أكتر من كده بكتير، أنا اللي قتلتها. وندم جدا على طلاقها. طب ما كانت قدامك يا أحمد وكانت بتتحايل عليك. أحمد طلب من ابنه هيثم يعيش معاه، وعمل له أوضة ببيته، لكن ابنه كان متعلق بجدته أم هالة جدا ومرضيش يسيبها. أحمد زكي حب ستات كتير، منها سعاد حسني ونجلاء فتحي وشيرين سيف النصر، لكن ما اتجوزش غير هالة فؤاد. أحمد عاش يتيم ووحيد حتى بعد الشهرة، وكان بيخاف على نفسه جدا من الوحدة، لدرجة إنه قضى معظم حياته في الفنادق علشان يحس بالونس. وفي سنة 2002 تعب أحمد زكي جدا، واكتشف إنه مريض بسرطان في الرئة ومية على الرئة، ولأنه كان بيدخن بشراهة جدا حالته سائد، بس ما سابش التمثيل، وكان نفسه يعمل فيلم حليم،
وفعلا مثل حوالي 80% من فيلم حليم وهو تعبان وبيتألم، بس عينيه كانت بتلمع كالعادة. ولما مات ابنه هيثم كمل المشاهد اللي باقية في الفيلم. أحمد زكي لما تعب رفض يتعالج على حساب الدولة في الأول، لكن لما لقى العلاج غالي جدا عليه وافق ودخل مستشفى دار الفؤاد، وكان بياخد العلاج الكيماوي ده. كمان حسني مبارك سفره بره عشان يتعالج على حساب الدولة، وزي ما كان في حياته وحيد كان في المستشفى برضه وحيد، قليل قوي من أصدقائه اللي كانوا بيزوروه. ده حتى ابنه هيثم كان مسافر، مفيش إلا رغدة هي اللي كانت مقيمة معاه، يعني يعتبر مقيمة معاه. ده حتى عرض عليها الجواز وهي رفضت عشان محدش يتكلم عليها، لكن هي رفضت وقالت ده صديقي وصاحبي، ازاي اسيبه. وشوية شوية حالة أحمد اتدهورت جدا، وبدأت الأجهزة تنهار وفي لحظاته الأخيرة. وفي يوم 27 مارس 2005 مات أحمد زكي بعد رحلة ألم طويلة. مات ووشه كان مبتسم، كأن روحه ارتاحت أخيرا من الدنيا اللي كانت وجعاه. كل مصر ساعتها بكت على أحمد زكي، ولحد دلوقتي الناس فاكراه وفاكرة فنه الجميل وفاكرة ضحكته الحلوة، فاكرة الإمبراطور والنمر الأسود أحمد زكي. هو فعلا مات بس عمره ما غاب، لسه فنه بينور ولسه بيوجع ولسه بيعيش. رحم الله الفنان القدير أحمد زكي وأدخله فسيح جناته. يلا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، عشان هنحكي حكايات كتير قوي من حكاية أمل.